اغنيه ست بتاعت ما تقولش اديتنا ايه لمصر وخليت ايه لمصر. ده نشيد، ده بيعتبر ده نشيد الوطني. ده حلمي، ده حلمي بطل. احنا بنشكركم وانا حرصت ان هو يقابلكم، وده راجل كان مرهق جدا جدا. قلت له لا، الاعلام ده وقف وقدر والدك وتاريخه واخد موقف ايجابي محترم. فهو طبعا معذور انه جاي يعني جاي على المطار على المستشفى عليا هنا. تمام؟ ندعي كل اللي هيشوفونا للاستاذ المرحوم حلمي بكر بالرحمه، يكون مسؤول الجنه ونقرا له فتحه. خلاص تعالى. رجع اللي جنبك ده لورا. طب هعمل ايه؟ براسك ايه؟ ايوه ارجع براسك. الوفاء والامل ومسجد النور في العباسيه تطلع الجنازه. ولا عشان اللوجو مقطع اللوجو انت كده؟ مقطع اللوجو ان شاء الله. وبعدين بالليل ان شاء الله العزاء هيبقى في الحداشة. هو يمكن استاذ هشام بيشكر الحكومه المصريه والدوله المصريه لاهتمام كل مسؤول بصراحه في نقل الجثمان، ورغم الاعاقات اللي حصلت، المهزله اللي حصلت امبارح بيتهيألي هو السبت عشان اليوم بيقلب يعني، والبلطجيه اللي حاولوا العربيه والجثه اللي كانوا عايزين يخطفوها شفنا لكن في النهايه اللي في دوله وفي قانون وفي وزير الصحه وفي وزير الداخليه. ويمكن ما تعرفوش ان وزير الصحه قبل الوفاه بيوم ارسل وكيل وزاره الصحه بالشرقيه عشان ينقل الاستاذ حلمي. كان المفروض مريض يوديه المستشفى الحالي. زوجته رفضت واتخانقت مع وكيل وزاره الصحه. ويمكن في المداخله بتاع السيد وكيل وزاره الصحه، اعتقد ما اعرفش مع عبد ولا مين، قال اهله طردوه. لا، هو ما كانش في اهل، اللي كان موجود هي اللي طردته. تاني يوم برضه السيد الوزير مشكورا، مشكور تاني مرارا اكيد بعت برضه السيد وكيل الوزاره مع وزير الاطباء، حد بيفرق في القلب وحد مختص بالكلى، كل بتاع فحص كده انطردوا. هشام يتقدم ببلاغ انه يشك ان الوفاه جنائيه. كان سجن في حد كان مطمن صعب. ده بيان الراجل حاسس